يبقى شغال في محل، مطعم، مكان، شركه، اي حاجه، وممكن تبقى صاحبته واحده ست ومطلعه روحه وعادي على قلبه زي العسل، بس تيجي حد مراته ستوب. الفيديو ده محدش ياخد انطباع او قرار مني في اول الفيديو. لازم تسمع الفيديو، مش هطول، لازم تسمع الفيديو للاخر عشان هو مفيد للست وللراجل في نفس الوقت. لان في شخصيه متسلطه كده موجوده جوانا، وخاصه الرجل. شخصيه كده ان هو مش عايز مراته تبقى اعلى منه، مش عايز مراته تبقى اشطر منه. ما يعني هو ما يعرفش هو بوسيله او بالتانيه هو بيهدم بيت، بيهدم اسره، بيهدم كيان. كلام نفسه في البدايه ممكن يكون صادم، بس لا. اول حاجه احنا عندنا قواعد كده تقاليد، ما ينفعش الواحد يمشي على شورت الست. طب لو الست اشطر منك، لو مراتك عندها بيزنس وشغل اشطر منك، تقف معاها وتساعدها وتكبر البيزنس بتاعها، ولا تقف قصادها وتوقفها وتعطلها وتمنعها من الشغل في سبيل ان انت مش شاطر؟ طب هو احنا هدفنا ايه؟ يعني احنا هدفنا ايه؟ يعني انا دلوقتي في بيت، انا وهي واولاد، اسره، عاملين اسره. هو احنا هدفنا ايه؟ هدفنا نكبر مع بعض ونحافظ على البيت اللي احنا فيه، ولا هدفنا مين اللي عمل ومين اللي سوى ومين اللي بدأ ومين اللي ما بدأش؟ يعني هي مركب، هم بيقولوا ايه مركب، اي حد يسوق التاني بيساعد، التاني بيقدف معاه. يعني انا بساعدك، انت اديتني الكشاف كده ونورت الطريق، انا وراك يا باشا، انا في ظهرك، في ظهرك. مين بقى اللي بينور؟ ما تفرقش. مين اللي في ظهر التاني؟ ما تفرقش. لان احنا هدفنا واحد، ان الدنيا تمشي، ان الدنيا تمشي. في الايام اللي احنا فيها دي حصل دروبات لبعض المشاريع كتير، كله اتاثر، رجال الاعمال نفسهم اتاثروا. فتلاقي الراجل دلوقتي بدا يلتفت للست. في رجاله بقى متسلطه، طول ما هو تمام مش شايف مراته، عادي كده. لما يلاقي نفسه هو حصل حاجه عنده في الشغل، يبدا يواجه مراته بالمشروع بتاعها او الشغل بتاعها، ينتقدها. طب انت عندك مشكله في شغلك لحد ما تظبط حالك. انت لو ليك دور عندها ممكن تعمله وتزقها وتشجعها وتكبر استثماراتها وشغلها، ما بتعملش كده ليه؟ هو رفضه للمبدا نفسه من جواه اللي هو مش عارف جايبه منين، ده يخليه يمنع اي تصرف من هذا القبيل. يخاف ان حد يقول له انت شغال مع مراتك يعني، يخاف ان مامته تقول له انت ماشي بشروطها مثلا، او هي سايقاك او كده. أو انت اصلا يعني انت ليه اصلا بتدخل اي حد في الحدود بتاعتك دي؟ يعني بيتك ده الاربع جدران، انت ليه بتدخل ناس جوه حدود بيتك؟ ليه بتدخل آه، ظروف شغلك وبيتك والحاجات الخاصه بيك والمصاريف والكلام ده كله لاكتر من الاربع جدران اللي انت فيهم؟ بيتك ومراتك وعيالك، الكلام ده المفروض ما يطلعش بره. ولا تسمح بالانتقاد من هذا، يعني لا تسمح. ايه المشكله؟ انا مراتي ناجحه في مجالي وانا ناجح في مجالي، حصل دروب لاي واحد، وانا عندي مقدره ان انا اشد التاني واساعد التاني لحد ما ينصلح حالي الاولاني، يا اما نكبر التاني. ايه المشكله يعني؟ يا ينصلح حالي انا في شغلي او في شغلانه جديده، يا اما افضل معاها والدنيا تكبر وتلعلع وبتاع وخلاص، ونبقى مع بعض ايد واحده وبنمشي المركب مع بعض. ايه المشكله؟ يعني بتلاقي زوج بزوج كده مترابطين وفاتحين مشروع او بيزنس مع بعض ومكسرين الدنيا. في رجاله كده متسلطه نوعا ما، لا ما ينفعش تبقى هي اشطر، ما ينفعش تبقى هي انجح. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ هو انت هدفك ايه؟ هو هنعاير بعض؟ ما هو عدم اختيارك الصح للست هو ده اللي يجيب مبدا المعايره وان هي تذلك اختار صح بنت الاصول اللي فعلا هتقف معاك، اللي فعلا وقت الزنقه هتقول لك انا في ظهرك ووراك، هو ده الصح. مش عيب خلي بالك ان انت تكون خايف، يعني مفيش حد شاطر في كل حاجه، مفيش حد شاطر في كل حاجه يعني خالص انتهى. يعني الدكتور نفسه ما يعرفش يسلك بلاعه عادي خالص، المهندس بتاعه الكلام من ده كله، وممكن ما يعرفش يدي حقنه ابره لابنه العيان او بنته او اي حاجه. فمش لازم تبقى شاطر في كل حاجه، لا عادي، بل انا خايف. ممكن تفتح مشروع تبقى شاطر جدا فيه، المشروع فشل، تيجي تفتح حاجه تانية مش شاطر فيها، خايف. ايه المشكله؟ هي المشكله بقى مش في الخيال، هي المشكله اللي انت بيت كابر، المشكله اللي انت مش عايز تتعلم، المشكله اللي انت تشوف الشاطر تهده بدل ما انت اللي تبني نفسك وتكبر. يعني ليه؟ الناجح امشي وراه، الناجح امشي وراه، مش عيب. هو العيب بقى اللي انا افضل لا ده انا مش عارف، انا كنت وبعدين هنستفيد ايه؟ هنعرف ناكل ونشرب من الكلام اللي انت بتقوله؟ ما تقف جنبها. ما هو الست القوية اللي عندها بيزنس خاص بيها وعارفة مصلحتها، من الصعب جدا تتأثر بكلامك انها تبطل شغل او كلام ممكن تهد البيت عشان شغلها. وده واقع حاليا من اللي بيحصل. لانك لو شخص متسلط والعادة دي فيك، الست هتتمسك بشغلها اكتر، لان هي واثقة ان هي لو اتنازلت عن النقطة ديت انت ممكن بعد كده تتنازل عنها هي شخصيا، ممكن تسيب بيتك وعيالك وتسافر وتسيبها هي في المليطة دي لوحديها.
وساعتها بقى هي تتصرف. ساعتها بقى لما تسيب الشغل بتاعها، البيزنس بتاعها، الكارير بتاعها اللي هي شقت وتعبت وعملت اسم والكلام من ده فيه، تيجي بعد كده عشان تربي عيالها منين بقى؟ ما هي سابت الكيان اللي هي عملته، سابته عشان خاطر عيونك. ما هو لو انت شخص متسلط هيطلع منك اكتر من كده. بس لما تبقى متسامح مع نفسك، في قبول للمواضيع، في مرونة، المواضيع هتمشي. احنا ليه مش بنمشيها؟ لا، لازم نوقفها. لازم تتدخل في كل صغيرة وكبيرة. طب ما انت قابل من الاول اللي هي تشارك في مصروف البيت، خلاص، ايه المشكلة؟ تشارك بقى بنسبة قد ايه؟ مش دي الفكرة، بس انت ما تقعدش. بس انت ما تقعدش. بس انت ما تريحش على حسها. بس انت ما تنامش عشان هي تشتغل وتسد. لا، هو مش هذا المنطق. هي بتعمل حاجة انا وراها. هي شاركت ب 60% وانا ب 40، يبقى انا من الناحيه الثانيه لو في هي تقصير عندها في البيت او الاكل، انا اسد من الناحيه الثانيه. اغسل المواعين، ايه المشكله؟ احنا بنسد خانات عندنا عشان المركب تمشي. الناجح يمشي مش فارقه، يعني هي دكتوره وانت مدرس، انت في فتره صيف ولا قاعد من غير شغل، من غير تدريس، من غير دروس، من غير اي حاجه، وهي بسم الله ما شاء الله اسمها ملعلع والدنيا حلوه. هنعمل ايه؟ لا عليا الطلاق بال30، مش لا، مش منطق. لو ينفع تروح تشتغل سكرتير ليها روح اشتغل. لو ينفع تشيل لها الشنطه روح شيل. لو ينفع تبقى سواق ليها خلاص، توفر عليها المواصلات واوبر والكلام الفاضي ده، روح. انت بتشاركها في النجاح من اجل نجاح البيت، مش اجل نجاح حاجه تانية. خليك كده متصالح مع نفسك، وبلاش الكبر ومبدأ المعايرة والعنطزة الفاضية اللي ملهاش، اللي ما بتجيبناش غير الأرض. إذا كنت قادر على الشيء اعمله، مش قادر وضح إن أنت عندك مشكلة. مفيش أي مشاكل. حل المشكلة لما تعترف بوجود مشكلة. اعترفت بوجود مشكلة يبقى نتعلم ونصلح. طب لقيت في طوق نجاة موجود، امسك فيه ولا غرق طوق النجاة؟ لا، طوق النجاة يبقى انا زقه لقدام، ويلا بينا من اجل اسرة سعيدة. يبقى خليك شرطة، مفيش مشكلة، ما هي اضرب شغلها من اجل الاسرة تدوم سعادتها. حبيب قلبي، مع السلامة.